دور الأب مهم طبعا في تربية الأولاد، لأن زي ما دور الأم مهم دور الأب مهم. إن الأب لازم أما يكون موجود ممكن اللي هو الولاد بالأخص محتاجين أب، عشان يقعدوا يتكلموا معاه ويقعدوا يسألوه في حاجات، وهو يشرح لهم ان في معلومات خاصة بالولاد، فالام ممكن ما تكونش عارفة. فالاب مهم في وجود الاب مهم مع الاولاد بالاخص. وممكن هو كمان يقعد يسأل، ممكن بيسأل عليهم يعني راحوا فين، ممكن بيقعد يكلمهم وبيشوفهم فين المكان. ممكن مثلا لو عنده دروس مثلا ممكن يروح معاه الدرس ويشوفه. فأكيد دور الأب مهم يعني في تربية الأولاد. الأب مش معناه اللي هو يجيب فلوس ويجيب وأكل وشرب وبس، لأ. زي ما انت حقك عليك ان انت تشتغل عشان خاطر فلوس واكل وكده، لا كمان لازم تقعد مع ولادك، اقعد معاهم واتكلم معاهم وشوفهم هم عايزين ايه. خرج ولادك، اتكلم معاهم، اعمل يوم خاص ان انت تقعدوا انتوا الاسرة كلها تتكلموا مع بعض. شوفوا الاسبوع عملتوا فيه ايه، شوفوا اسألوا عامل ايه في المدرسة، عامل ايه في الحضانة. خليك انت مرة تذاكر له، تشوفه. آه، مش دورك انت بس ان انت تشتغل بس، لا لازم يكونوا كمان في البيت كمان دور الاب في البيت. ان بجد يعني الابهات مهمة اوي في البيت. وكمان الجد والخال برضه مهمين. يعني الجد والخال يعني كأسرة، عماد الأسرة كلها مهمة طبعا، سواء الأم أو الجد أو الخال. لأن الخال ساعات برضه مفيش حد طبعا هيعوض الأب، بس الخال في عدم وجود الأب ممكن يعوضه. لأن الخال ساعات بيبقى حنين، بيبقى طيب، بيفهم ولاد أخته، بيفهم ولاد أخته، بيسأل عليهم، يشوفهم هم عايزين ايه، يجي يعني يقعد معاهم. فالخال بجد والد، يعني الخال بجد والد، وهو راجل ويقدر بيسعد ولاد أخته. وممكن يكون هو كمان الخال ده ممكن يكون سند لأخته وولاده في عدم. وحتى في وجود الأب برضه الخال ده